المستفاد، والصلاة والسلام على أشرف العباد سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، منقذ البلاد وحامي البلاد، صلى الله وسلم وبارك عليه إلى يوم الميعاد. الإقراء المرة الأولى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. يقول ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي جامع العباد السبع إلى القيروان، وهو من فقهاء الصحابة، كان يفتي زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وظن النبي صلى الله عليه وسلم وهو عمره 8 سنوات. قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان عالما من علماء الصحابة. قال محمد رسول الله والذين معه هو أبا بكر، أشداء على الكفار هو عمر، تراه أشداء على الكفار هو عمر، رحماء بينهم عثمان، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا هو سيدنا علي، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. الله ذكر محمد صلى الله عليه وسلم في الكتب السماوية السابقة، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع، قال هو محمد أفضل نبتة في الوجود وأفضل مخلوق، خير الوجود وأفضل موجود وأسعد كل مولود. كزرع هو محمد أخرج شطأه أبا بكر فآثره بعمر فاستغلظ بمال عثمان، فاستوى على سوقه بسيف علي، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، يحمص بهم الكفار. مدرسة محمد أعظم مدرسة في الوجود، بمدرسة النبي نما شباب عباقرة لا لهم في الخلد ذكر، صحائفهم على الأجيال تتلى وليس وراء ما صنعوه فخر. سجود الركعان عند المصلى وحين الحرب أبطال تكر، وقفت سائل التاريخ عنهم فصافحني من الأمجاد سفر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الهاشمي القرشي العدناني الأبطحي الزمزمي العربي المكي المدني. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.